السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت عن تربية الدواجن في البطاريات بشكل عام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم بشكل خاص عن التربية في البطاريات، وإن شاء الله زي ما وعدتكم إن هيبقى فيه سلسلة في الموضوع ده إن شاء الله بإذن الله، وهنكمل لكم التربية في البطاريات بشكل أوضح وشكل أعمق وتفصيلة تفصيلة إن شاء الله بإذن الله تعالى، عشان نصلح للناس اللي للأسف ربط في بطاريات وفشلت، وكمان عشان نصلح المعلومات للناس اللي حابة تدخل في المجال الجديد أو تربي في بطاريات أو تغير من نشاطها من التربية الأرضي للتربية في البطاريات. أول حاجة يا جماعة هنتكلم فيها عن الحرارة في البطاريات بشكل شخصي. بصوا يا جماعة، احنا طبعا البطاريات بتبقى خطوط، يعني اللي بيبقى جنب فيه بطارية طرقة، خط تاني من البطارية، أو بطارية لو أنت بتربي في أوضة بتبقى بطارية جنب الحيطان، بطارية في النص، الجنب التاني بطارية، أو العكس بتبقى بطارية واحدة في النص وهنا خالي وهنا خالي. زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وفهمتك إن درجة الحرارة في البطارية جوه أو جوه البطارية جنب الكتاكيت بتاعتك أو فراخك بتبقى أعلى من الأماكن الفارغة أو ال- الطرقة اللي موجودة جنب البطارية. كمان الرطوبة الداخلية في البطارية بتبقى أعلى من الطرقة اللي موجودة جنب البطارية. طيب احنا هنعمل ايه بقى عشان تظبط الموضوع ده، عشان ده السبب الرئيسي في فشل التربية في البطاريات. اول حاجه لازم درجه الحراره اللي هتشتغل عليها لو هتحط الترمومتر بتاعك خارج البطاريات تكون اقل من المطلوب على الاقل درجتين لثلاث درجات. يعني لو انا مطلوب مني حراره 32 او 33 للكتكوت بتاعي، يبقى انا هشتغل بره على 32 على 30 درجه مش 32. لو هعمل الدفايات خارج البطاريه الطرق اللي بره تبقى درجه الحراره فيها 30، يبقى تاكد 100% ان الحرارة معاك داخل البطارية هتبقى 32 33. ليه يا جماعة؟ لان البطارية نفسها سرعة الهواء فيها اقل، فبالتالي الشعور بالحرارة بيبقى اعلى. كمان الرطوبة فيها اقل، فبتحسسك بحرارة اعلى جوه، او بتحسس الكتكوت بحرارة اعلى جوه. واحنا اتكلمنا في موضوع الرطوبة والحرارة ده كتير قوي. كل الرطوبة ما تقل تحس بالحرارة اكتر، كل الرطوبة ما تعلى معاك هتحس ان انت محتاج حرارة اكتر. ليه الموضوع ده بالذات مهم جدا؟ لان انت لو عايز تقلل ترفع الرطوبة لازم تقلل الحرارة، ولو عايز ترفع تقلل الرطوبة بترفع الحرارة، والعكس صحيح. وقلنا ان ايه ازاي تتعامل او تجهز نفسك لو الرطوبة عندك قليلة، ازاي ترفعها، وبتجهز جهاز البخار او بتبخر مية في المكان، او بتحط في المكان طالما فيه دفايات وكده اطباق صغيرة فيها مية بتبقى متعلقة في السقف معاك، موجودة عندك في السقف في اطباق صغيرة كده تعلقها في السقف، تبقى في ارتفاع مناسب، علشان الحرارة طبعا بتبقى لفوق أعلى من تحت، فبتظبط إيه بتبقى معاك الحرارة فوق أعلى شوية، فأنت تخلي الأطباق ديت عالية شوية بحيث إن درجة الحرارة تبقى مناسبة إنها تعمل معاك بخار مية في المكان، أو ترش مية بخار مية باستمرار معاك في المكان بتاعك. لو ظبطت الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله باذن الله انت مش هتعاني في اي مشكله مع التربيه في البطاريات نهائي. لو ظبطت موضوع الحراره والرطوبه ده هيفرق معاك كتير جدا، كمان هتبقى بعيد عن اي اصابه باي مشاكل مرضيه، واللي هي بالذات يعني منتشره في تربيه البطاريات اللي هي الميكوبلازما والكوليستيريديا، وده بسبب التزاحم وبسبب الحراره. يبقى احنا قلنا الحرارة خارج البطارية تكون أقل من اللي مطلوب جوه البطاريات، اللي هو درجة الحرارة بتاعتك درجتين على الأقل. يعني لو أنت مطلوب معاك 32 وحاطط الترمومتر بتاعك، يبقى الحرارة بره خارج البطارية تظبط الترمومتر بتاعك على 32، ما تخليهاش تعلى، لأن لو علت عن كده هتوصل معاك 35 و36 داخل البطارية، وده هيعلي معاك الإجهاد وهيأخر كتاكيتك عن الأكل وعن النمو. كمان هينتشر معاك الأمراض سواء المعوية أو التنفسية. وقلنا السبب ان تيارات الهواء اصلا داخل البطاريه بتبقى قليله، كمان الرطوبه بتبقى قليله، الحراره بتبقى عاليه، والوضع بيبقى ملخبط معاك، فانت تظبط على الموضوع ده. كمان قلنا ان انت دايما ما ينفعش تربي في مكان، البطاريات بالذات ما تنفعش تربى في مكان مش مجهز. مش مجهز يعني لازم فيه خلايا وشفاطات، والشفاط
بيبقى شغال معاك من اول يوم الاستقبال يا جماعة في البطاريات. لازم تحريك الهواء بصفة مستمرة علشان يعمل حركة لتيار الهواء داخل البطارية، لان المكان ده كأن انت زي ما بنقول كده، انت كده حطيت فراخك في سجن وسبتها لا هواء ولا دفع، او دفع حرارة عالية بسبب نقص الاكسجين ونقص الرطوبة، وبتبقى الحرارة عالية جدا، فانت كده حبست فراخ. فلازم الشفاط يبقى شغال معاك باستمرار من اول يوم، حتى في الشتاء تبقى مقافل بس مشغل الشفاط، لان داخل البطارية كأنك حابس الفراخ ومقافل عليها، فالاكسجين او الهواء بيبقى قليل جدا، وبالتالي الحرارة بتبقى عالية والرطوبة بتبقى قليلة. دي اساسيات لو اشتغلت عليها ان شاء الله باذن الله مش هتعاني خالص في شغل البطاريات. كمان هتخرج دوره ناجحه معاك جدا جدا ان شاء الله باذن الله تعالى. و هتبقى من مشروع ليه فوائد كتير معاك، كمان مربح جدا ان شاء الله باذن الله. وده اللي هنتكلم فيه، والفرق بقى بين التربيه في البطاريات، وازاي هتوفر فيه في نسبه العلف، وازاي هترفع معامل التحويل، وهتشتغل على الموضوع ده، وإن شاء الله ده هنتكلم عليه في الحلقات الجاية. انتظرونا في سلسلة حلقات مهمة جدا جدا جدا. ما تفوتش ولا كلمة، ما تفوتش ولا حلقة، وحاول تعمل شير أو تعمل منشن لأصدقائك اللي تعرفهم مربيين، سواء بيربي تربية منزلية أو في مزارع، عشان إن شاء الله بإذن الله الموضوع ده هيفرق معاك جدا. وبكده أقدر أقول لحضراتكم النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت عن تربية الدواجن في البطاريات بشكل عام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم بشكل خاص عن التربية في البطاريات، وإن شاء الله زي ما وعدتكم إن هيبقى فيه سلسلة في الموضوع ده إن شاء الله بإذن الله، وهنكمل لكم التربية في البطاريات بشكل أوضح وشكل أعمق، وتفصيلة تفصيلة إن شاء الله بإذن الله تعالى، عشان نصلح للناس اللي للأسف ربط في بطاريات وفشلت، وكمان عشان نصلح المعلومات للناس اللي حابة تدخل في المجال الجديد أو تربي في بطاريات أو تغير من نشاطهم من التربية الأرضي للتربية في البطاريات. أول حاجة يا جماعة هنتكلم فيها عن الحرارة في البطاريات بشكل شخصي. بصوا يا جماعة، احنا طبعا البطاريات بتبقى خطوط، يعني اللي بيبقى جنب فيه بطارية طرقة، خط تاني من البطارية، أو بطارية لو أنت بتربي في أوضة بتبقى بطارية جنب الحيطان، بطارية في النص الجنب التاني بطارية، أو العكس بتبقى بطارية واحدة في النص وهنا خالي وهنا خالي. زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وفهمتك إن درجة الحرارة في البطارية جوه، أو جوه البطارية جنب الكتاكيت بتاعتك أو فراخك، بتبقى أعلى من الأماكن الفارغة أو ال- الطرقة اللي موجودة جنب البطارية. كمان الرطوبة الداخلية في البطارية بتبقى أعلى من